أيها المسلمون عباد الله، الدين شانه عظيم، احرص على نفسك أيها المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. وإن كنت في قبرك نفسك معلقة بهذا الدين. عباد الله، تعلمون حال الشهيد الذي ترك أهله وترك أولاده وترك ماله وترك وطنه وجاهد مع المسلمين من أجل إعلاء كلمة رب العالمين، وبذل الغالي والرخيص في سبيل الله عز وجل، ولربما جاهد بنفسه وماله في سبيل الله جل وعلا، ومع ذلك إذا كان عليه دين لا يقضى ولا يغفر له، الشهيد مع هذه الرتبة الرفيعة العالية عند الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل لا يظلم العبيد ولا يأخذ حقوق العبيد جل وعلا، كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يغفر للشهيد كل الذنب إلا الدين. يأتي صاحب يوم القيامة: يا الله، أريد حقي من هذا. ماذا يفعل الله عز وجل؟ هل يظلم ذلك العبد؟ لا والله. وإن كنت شهيدا وإن كنت حقوق العباد تؤدى يوم القيامة. فأيها المسلم، حاسب نفسك، لا زلت على الدنيا. أخذت دينا اكتبه، أخذت دينا اهتم به. خذ أموال الناس لكن اجعل في قلبك الاهتمام بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وإياك والإهمال في حقوق الآخرين، وإياك والتفريط في أموال العباد. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. تراه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، ولربما يستلم من السعودية الآلاف، وترى الدين ما يقضى. ترى الدين ما يقضى. لربما يستلم آلاف باردة وهو نائم في بيته، يستلم الآلاف، وإذا نظرت في حقه لا زال مديونا. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فخذ أموال الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوا. الدين مشروع. أصابتك شدة، أصابك عسر، فخذ من عند إخوانك، لكن اهتم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فينبغي لك أيها المسلم إذا اضطريت إلى أخذ أموال الناس وإلى أن تستدين من إخوانك، اهتم بأمر هذا الأمر العظيم، بأمر الدين الذي لا يقضى إلا إذا قضيته. الدين شانه عظيم، كما يقول بعض السلف: الدين هم بالليل وذل بالنهار. إذا